لبّست أختي عشان تحرّم بعد كده تعمل كده تاني في عيالها وفي عيالي وفي إخواتنا وتعمل في جوازاتنا كده، أنا قررت ألبّسها في أكبر كمية محشي عشان تحرّم تعمل اللي عملته ده تاني. المحشي اللي لبّستِك بسم فيه، الله ما شاء الله. أنا جايبة لها 3 كيلو ورق عنب تلفّهم وورّيهم المصفى، هاتي المصفى اللي هناك دي كده، لسه بُصّي ورّي المصفى، بُصّي أهي هاتي هنا، بصوا دي مصفى ورق العنب لسه يعني. بصوا أنا هاوريكم حلة المحشي اللي هتتعمل دلوقتي. إحنا هنعمل حلة مشكلة، أنا باحب بقى الكوسة والفلفل والبتنجان كله فوق بعضه. هنحط دلوقتي هادلق معاكم ورق العنب وهسويه بقى معاكم وهخلي بقى جميلة هي اللي تعبت فيه بقى. انا دبستني هي قلت دبستني. انا من الصبح عماله الف ورق يا جماعه. هي حارمه عيالها من يوم ما ماما ماتت، تمام؟ حارمه عيالها من المحشي، والعيال بقى ايه، قلب الام بقى عن قلب الام. ماما ساره احنا نفسنا في المحشي، واحنا ما شاء الله الله اكبر عندنا بقى عيالي مع عيال جميله مع اخويا مع كلنا، لا كتير، احنا كتير. فقالت اعمل لجميله مفاجاه مع جوازاتنا بقى فكان لازم نعمل حله. فهنعمل الحله العملاقه دي، هخلصها نحشيها ونسويه سوا ونغرفه يعني سوا. انا ماما الله يرحمها كنت بلاقيها مجهزه لي الحاجه ومجهزه لي على الحشو، فهي حبت تعمل نفس الموقف كده، بس هي اللي هتعمله من الالف للياء. فخلتني انا بقى صحتي على قد يا الله جماعه. يرحمها ماما، يعني خلتني انا بقى اللي الف واعمل كل حاجه. هي مش انت الكبيره، انت مش اكبر مني يا جميله ب 11 شهر. خلاص انا مش اكبر منك كمان، خلاص. اه لو فيها حله محشي كده بقيتش اكبر مني كمان. هي الحله دي انت اللي هتعمليها ما كلها شاء الله تبارك الله. وهتسويها. يا رب ابقى جبت حله وحطيت فيها سمنه على زيت عشان ابتدي اعمل التقليه بتاعه المحشي، وكان عندي 5 بصلات كبار او 6 بصلات كبار، هحطهم كده واصفرهم. البصلة اصفرت، هحط بقى معلقة من الكمون على معلقة شطة زي ما انتوا شايفين كده، بتدي للبصلة طعم حلو قوي والصلصة. وبعد كده هنزل بالطماطم واسيبهم يتسبكوا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كنت غاسله الرز ومصفياه ونشفته كويس من الميه. هجيب بقى التوابل والبهارات احطها. حطيت بهارات لحمه على 7 بهارات على بهارات محشي، فلفل اسود، ملح، زي ما انتوا شايفين دي البهارات اللي انا بحطها. وطبعا الخضره انا كنت غسلاها ومصفياها بالشكل ده. هحطها على الرز وابتدي اقلبهم كويس جدا، وبعد كده احط التسبيكه عليهم. هحطها ونشوفها سوا. حطيت التسبيكه وهقلبها كويس جدا في بعض عشان نبتدي احط بقى الخضار، افرش الفرشه بقى في الريسبشن بره، وقعد جميله بقى تتدبس في حله المحشي للعيله كلها. وهتشوفوا رد العيله كلها كان عامل ازاي على المحشي. اختي ربنا يديها الصحه لفت بقى ايه 3 كيلو ورق عنب، ولفت بقى ايه 3 كيلو مشكل، ما شاء الله، الف هنا وشفا على اللي هياكل. هحطه بقى في الحله الكبيره دي، وهي هتروح تسويه على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الشوربة وعليها طماطم عشان المحشي يبقى احمر وجميل كده. هياخد غلوة وهتوطي عليه النار، وبعد كده هنغرفه انا وهي وتشوفوا رأي العيلة كلها في المحشي. يلا بسم الله. لا امسكي كده يلا. اه استني استني. اوعي 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 استني تقيل خلاص تقيل. انا حسبي لا 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 خش يا جميلة خش. قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي، قوم قوم يا بابا، يلا يلا طب والعيال؟ ولا كلمة. طب وانا لا ما تخلينيش. لا لا بصي بقى. خد بص مين بتاع خد. لا استنى امسك. تسلم ايدك. لا بوس. واحنا ناكل بقى نصغر يلا اقعدي يا منى انت وملك، اقعدي جنبهم يلا يلا. يلا يا ولاد، يلا يا ولاد. انزلوا انزلوا. ماما تعالي. طبعا كلكم عارفين ان ماما ميتة من 40 يوم، وطبعا احنا قاعدين بنفتكر ذكرياتنا. وكانت ماما الله يرحمها كانت تعمل لنا المحشي وتفرده في الارض وتلمنا كلنا حواليها. فانا حبيت انا واختي نعمل الاجواء دي ونعيشها زي زمان ونفتكر ايام زمان انا واخواتي وعيالنا وكلنا، ونترحم على ماما حبيبتي الله يرحمها. الفيديو ده معمول ذكرى ليا انا واخواتي، وفي نفس الوقت اللي نفسه في ايام زمان وريحة وطعم زمان يعملها، عشان ده اللي هيبقى قاعد لكم. ربنا يخلي كل حبايبنا واخواتنا يا رب، ويحفظ لكم امهاتكم وابهاتكم اللهم